السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه وصفات بليمه. اليوم ان شاء الله في وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم نحضر معكم حلوى رائيه للمناسبات لعشاق الحلويات الرائيه. الحلوى ديال اليوم كتجي لذيذه بزاف، اقتصاديه وكذلك سهله في التحضير، والاهم من ذلك انها كتحضر بدون دقيق وكذلك بدون بيض بدون زيت وكذلك بدون فرن. حلوى رائيه وكذلك لذيذه بزاف. قبل ما ندوز المكونات وكيفيه تحضير هذه الحلوى، ما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم كيف العاده باش تشجعوني. ولا كنت اول مره كتزوروا القناه ديالي او شفتوا القناه ديالي بالصدفه، مرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما الجديد ديالي. وانا بدوري نبقى نبحث لكم على الوصفات الرائعه والمميزه. وكما عودتكم دائما قبل ما نبداو اي وصفه، ما نساو الصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ودابا خليكم على الوصفه وكيفيه التحضير وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. كمكونات غادي نحتاجو 4 الحبات ديال الموز اولا البنان. بالنسبه للحبات نتوما اللي كتحكموا في الكميه، ممكن تنقصوا كذلك ممكن تزيدوا. غادي نقشروا الموز ديالنا او البنان ديالنا، نقطعوه لطريفات صغارين بهذا الشكل، وبعد ذلك غادي نطحنوهم في الميكسور، ولا ممكن ديروا الهاشوار بالنسبه للاخوات اللي عندهم الهاشوار. المهم هو انكم تطحنوه مزيان مزيان تيولي خليط املس، يعني ما فيهش داك حبيبات ديال البنان. وعاد نزيد نضيفوا باقي المكونات ان شاء الله. وانا في هذه المرحله غادي نحتاجو 5 ديال العلب ديال مومو. ممكن ديروا اي بسكوي عندكم متوفر في المنزل، ماشي ضروري يكون يعني نفس العلب. ممكن ديروا ماريا او لا اي بسكوي عندكم متوفر. هنا غنجيب واحد الكاس اللي غنهرس به داك البسكوي. ممكن ديروه كذلك في الهاشوار او في الخلاط وطحنوه بسرعه، لكن كذلك بهذه الطريقه يعني بسرعه كيتطحن. واخا غير بالكاس يعني كنبقاو ندقو هكا لواحد اللوحه خشبيه بسرعه كيتطحن معنا. بغيت فقط نشارك معكم الطريقه بالنسبه للاخوات اللي ما متوفرنش على الخلاط، ممكن كذلك يهرسوه غير بالكاس يعني بسرعه كيتطحن. صافي هذا هو البسكويت ديالي بعد ما طحنته. ممكن ما كتشوفوا واخا ما كيطحنش مزيان، واخا كيبقاو فيها ديك الحبيبات ماشي مشكل. وغنكمل على البسكويت ديالي كامل نطحنه بنفس الطريقه، وغنرجع معكم ان شاء الله باش ما يجيكمش الفيديو طويل. صافي بعد ما طحنت البسكويت ديالي كامل كما كتلاحظوا، بعد ما فرغت الكميه كامله نخلط ولا غندخل البسكوي مع داك الخليط ديال البنان. وكذلك غادي نزيد نضيف كأس مملوء جيدا من دقيق الشوفان اللي عندي محمر من قبل وكذلك مطحون. بالنسبه للشوفان كنعرفوا كاملين عنده عديد من الفوائد للجسم ديالنا وكذلك الصحه ديالنا. وغادي نزيد نضيف ايضا تقريبا 2 كؤوس من الكاوكاو او الفول السوداني اللي عندي محمر من قبل وكذلك مطحون. بالنسبه للكميه ديال الكاوكاو كل ما دخلته كتر كل ما احسن، كيجي لذيذ بزاف. ممكن كذلك تضيفوا السمسم او الجنجلان، كيبقى لكم الاختيار. المهم انا اكتفيت بهاد المكونات. غنحاول ندخل المكونات ديالي كاملين في الخليط. المهم في الاخير كنحصلوا على قوام ديال الخليط او القوام ديال العجين كيكون اصح شويه، يعني شاد فراسو، ما كيكونش كيلتصق بزاف في اليدين. وكذلك حتى يلتصق لكم في اليدين، يعني دهنوا اليدين ديالكم بالقليل من الزيت وعاد شكلوا الحبات ديالكم. انا هنا نستعين بالقليل من الزيت النباتيه اللي غندهن بها سطح لوحه خشبيه اللي غنحط عليها الحلوى ديالي. مهم وغندهن كذلك اليدين ديالي باش هكا نتفادى ان العجين او الخليط ما يتلصقليش في اليدين. المهم غنحاول نشكل الخليط ديالي او الحلوى ديالي الى كرات تكونوا كبار شويه. المهم الكريات يكونوا هكا معقول. صافي بعد ما غنشكل الكره ديالي كامل او الحلوى ديالي كامل نكملها بالتشكيل. غندخل الحلوى ديالي المجمد ترتاح شويه، المهم تتماسك لنا مزيان، وعاد نكملوا عليها ان شاء الله. بغير واحد 5 ديال الدقائق ماشي كتار. صافي هنايا بعد ما خلينا الحلوى ديالنا ترتاحت لينا مزيان وتماسكت، جبنا هنا واحد المقطع ولا واحد المرشم دائري. المهم نتوما ممكن تشكلوا الحلوى ديالكم باي مرشم عندكم في المنزل، اولا بشي غلاء ديال القنينه تكون كبيره شويه تكون واسعه. استعنت هنا بكيس بلاستيكي. المهم درت كيس بلاستيكي على داك المرشم او على داك المقطع، عندي الحبه ديالي في داك المرشم بهذا الشكل كما كتلاحظوا. نحاول ما امكن نبطئ لكم الفيديو باش يجيكم الصوره واضحه. صافي بعد ما كنسرحوا الحلوى ديالنا بداك المرشم ولا ديك المقطع، كنقلبوا الحلوى ديالنا بكل سهوله كتقلب معنا، يعني كتحيد لنا من داك الكيس البلاستيكي. بنفس الطريقه كذلك كنجيب الحبه ديالي كنحطها في ديك المرشم ولا ديك المقطع الدائري، دائما باستعانه البلاستيك.
ممكن ديروا الغلاءه الا ما كانش عندكم المارشي متوفر، وكنقلبوا الحلوى ديالنا بكل سهوله كتقلب معنا. وغنكمل معكم تشكيل الحلوى كامله، وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش ما يجيكمش الفيديو طويل وممل. صافي انا بعد ما شكلت الحلوى ديالي كامله غندخل لها المجمد ترتاح واحد نصف ساعه على الاقل باش تمسك لنا اكثر. وهنا دزنا مباشره باش ندوبوا الشوكولا ديالنا على نار، درنا واحد الكسرونه خلينا الماء تغلي لينا مزيان. غندير كذلك الكميه ديال الشوكولا السوداء في الكسرونه الثانيه، او ممكن ديروها بزليفه ندوبها بحمام مائي. المهم بالنسبه للكميه ديال الشوكولا درت معكم 300 غرام، ممكن ديروا غير 250 كافيه. غندوبها اللي ذوبت له قليل من اللي ضفت له عفوا الملعقه من الزيت. صافي هنا بعد ما مرت 30 دقيقه بالضبط بعد ما تمسكت الحلوى ديالنا، يعني ولات شاده في راسها، ما بقاتش كما كانت في الاول كتكون هكا بحال اللي باقا خفيفه شويه. كنخليو الحلوى ديالنا حتى كتمسك لنا مزيان في المجمد، وعاد باش نديروا هذه المرحله او عاد باش نغطسوها في الشكلاط، لان الشكلاط كيكون سخون والحلوى ديالنا يعني ما طيبش نهائيا. بهذه الطريقه كندخلوا الحلوى ديالنا في الشكلاط، وكذلك كنستعنيو بواحد الفرشيط ولا بواحد الصفايه. غنكمل بنفس الكيفيه نغطس الحلوى ديالي كامله في الشكلاط، يعني تندير لها الشكلاط كامله بهذا الشكل كما كتلاحظوا. بالنسبه للشكلاط ديالنا كيجي لامع، درت له غير ملعقه واحده ديال الزيت فقط. نتوما حاولوا دائما تختاروا الشوكولاط بالنوعيه الجيده باش كتحصلوا على كذلك مذاق يكون مميز في الحلوى ديالكم. صافي هنا بعد ما بردت الحلوى ديالي مزيان، جبت هنا القليل من الشوكولاط اللي تبقات لي، درتها بواحد الكيس بلاستيكي، درت هكا خطوط للحلوى ديالي كما كتلاحظوا بهذا الشكل. التزيين كيبقى اختياري، كل واحد كيزين بطريقته، والتزيين ايضا كيلعب دور، وكذلك الطريقه ديال التقديم كذلك تلعب دور. هنا بقى لي شويه ديال الشوكولاط في الكسرونه كما كتلاحظوا. المهم ندوز الحلوى ديالي غير بالحواف اولا غير من الجوانب بهذا الشكل، يعني بشكل دائري. كذلك عندي القليل من الكاوكاو او الفول السوداني اللي عندي مطحون وكذلك محمر. المهم نلوي فيه هذاك الحبه ديال الحلوى ديالي بهذا الشكل غير من الجوانب باش نعطيوها واحد المنظر يكون مزيون بهذا الشكل كما كتلاحظوا. كيجي الحلوى ديالنا كتجي مرتبه وانيقه. غادي نكمل بنفس الكيفيه تنزيل الحلوى ديالي كامله بنفس الطريقه. نتمنى الوصفه ديال اليوم او الحلوى ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها في البيوت ديالكم، لانها فعلا كتستحق التجربه. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم كيف العاده باش تشجعوني. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي او شفتوا القناه ديالي بالصدفه، مرحبا بكم والف مرحبا. شاركوا الفيديو مع الاصدقاء او الاحباب باش تعم الفائده، وكذلك بتزيدوا تساندوني اكثر وتحفزوني انا نزيد نعطيكم مزيد من الوصفات اللذيذه وكذلك السريعه في التحضير والبسيطه ايضا. عارفه راسي طولت عليكم بزاف، ولكن النتيجه كانت اروع واحسن. المهم هذا هو الطبق اللي حضرت معكم اليوم، او لا الصحن ديال الحلوى اللي حضرت معكم اليوم. كيجي رائع بزاف جديد وكذلك سريع في التحضير. نتمنى الوصفه ديال اليوم او الحلوى ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها في البيوت ديالكم، لانها فعلا كتستحق التجربه. حلوى بدون فرن وكذلك بدون دقيق وبدون بيض، كتجي لذيذه بزاف، سريعه في التحضير وهكا مرتبه للضيوف. ممكن تقدموها في كل المناسبات، كتجي لذيذه بزاف وكذلك لذيذه لذيذه لذيذه. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا التعاليق كيف جاتكم الحلوه ديال اليوم. ودابا قربنا لنهايه الفيديو. الا كنتو كتشاهدوني حتى لهاد اللحظه كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم وكذلك على المسانده ديالكم ليا. الى اللقاء، الى وصفه قادمه ان شاء الله، ومع السلامه.